شو قصة رند مع بيت الجيران المشعوذين اللي دمروا حياتها وحياة أهلها بالكامل؟ والسبب برجع لفضول رند. صاحبة القصة بتقول: السلام عليكم، أنا رند، عمري 17 سنة، من عيلة غنية، وأنا من صغري بعشق إشي اسمه حماس ورعب، وواحد من أطباعي إنه ما بخاف أبدا أبدا، وهذا أكبر غلط. القصة بلشت من قبل 5 سنين لما كان عمري 11 سنة. أنا الحمد لله بصلي وما بقطع فرض. انتقلنا لبيت جديد وكانت أول فترة كثير حلوة وكان الوضع هدوء. لاحظت إنه جيراننا ما بيطلعوا من بيتهم وما بيحتكوا بحدا أبدا. أما بالنسبة للجمال أنا جميلة كثير، ما بمدح بحالي، بس هذا رأي الناس فيه. بشرتي بيضة وعيوني وساع وزرق. سجلت بالمدرسة جديد وصرت أداوم على المدرسة، والحمد لله نفسيتي جدا كويسة مع الناس. صح ما بختلط بالناس وما بحكي مع حدا، بس اللي بيجي بتقرب مني وبيحكي معي أبادله نفس الإشي. بيوم من الأيام في بنت معنا غريبة الأطوار بالمدرسة. سألت بنت عمها، قالت: هاي البنت من العيلة الفلانية وهي جارتك، مش أنت ساكنة هناك؟ والله وبنت الجيران طلعت من بيتها بعز الصيف ملابس شتوية، وكان ملامح وجهها جدا غريب. بيوم وانا مروحة من المدرسة سمعت صوت إطلاق نار من بيت الجيران، وطلعوا اخواني الشباب حتى يعرفوا شو فيه، وسمعنا صوت صراخ من بيت الجيران. وقت طلعنا الجيران كلها دخلت لبيوتها لما عرفوا انه هذا الصوت من بيت الجيران. طلعوا متخانقين وما إن فيهم، بس انا صار عندي فضول اعرف ليش هالعيلة هيك، وصرت اتقرب من هاي البنت، والبنت اسمها صوفيا، هم الجيران ديانتهم المسيح. بيوم من الايام وانا راجعة من المدرسة كنت ماشية مع هاي البنت، صرت اسألها: ليش انت هيك وانا نفسي اتعرف عليك؟ فجأة طلعت امها باب البيت. البنت خافت وصارت تبكي وتحكي لامها: انا ما دخلني. هي حاولت انها تحكي معي. انا هون استغربت لاني ما عملت اشي غلط. دخلت البنت للبيت وامها صارت تطلع علي بنظرات بتخوف. انا حسيت شيطان بتطلع علي. العصر تقريبا الام كانت واقفة على شباك البيت واشرت لي وحكت لي: تعالي. انا ما صدقت، وهذا كان غباء مني. رحت لعندها على البيت وفتحت الباب ودخلت انا بكل هدوء. قالت: اتفضلي. وقت دخلت البيت انا كان الوضع هدوء، وكانت العيلة كل مين جالس بمكان. هذا اللي قاعد على التلفزيون يحضر، وهذا اللي قاعد يدرس، كان كل شخص له مكان وقاعد فيه. اتذكرت هون اني انا ما خبرت اهلي وتوترت من الوضع اللي انا فيه. قالت لي المرأة: انت رند؟ قلت لها: انا رند، بس شو اللي عرفك باسمي؟ قالت لي: انا شفت امك وقعدنا حكينا شوي وقالت لي اسمك. كل اللي بالبيت رفعوا راسهم وصاروا يتطلعوا علي، وكان في رجل كبير بالسن ولابس مثل لباس الرهبان وماسك صليب بايده وقاعد على الكرسي بهدوء. قال للمرأة: ليش دخلتي المسلمة لبيتنا؟ الرب راح يغضب منا. قالت: ما عندي حل غير انه تيجي لعنا ونتفاهم، لانه البنت هاي كتير فضولية. قلت لها: انا لازم اروح على البيت لانه ما خبرت اهلي. صارت تضحك بس ضحكة شيطانية وقالت: خلص روحي. طلعت وراي لعند الباب وقالت لي: شفت الشخص اللي لابس احمر؟ هذا البابا، واذا مرة ثانية درتي ورانا راح يقتلك. حرفيا هيك قالت لي. راحت الايام وصارت تظهر علي اعراض كثير غريبة، مثل اشوف خيال بالبيت او اسمع اصوات. وكانت بنتهم تدرس معي بالمدرسة ما سكتت، وصار عندي الفضول اعرف شو سر هاي العيلة. اجت البنت لعندي اللي حكيت عنها اللي اسمها صوفيا، وقالت لي: اذا بدك تصيري من جماعتنا تعالي لعنا على الساعة 12 بالليل وما تخبري حدا. قالت لي: راح تنحل كل مشاكلك وما راح تشوفي اشي. طبعا انا ما كنت حاكي لحدا على الاشي اللي بصير معي. وقتها رجعت على البيت ولقيت اختي عندنا هي وولادها، وبنت اختي اللي اكبر مني بسنتين، وبنت اختي بالشكل وبالطبع نسخة عني. يومها تجاهلت على اللي صار معي بالمدرسة، وكان تاني يوم الخميس، ويوم الخميس عطلة. طلعت انا وبنت اختي للسوبر ماركت، واحنا مروحين من السوبر ماركت كان طريقنا من جنب بيت الجيران. بنت اختي قالت لي: شو قصة هالبيت وكأنه مهجور؟ قلت لها: لا، بس الجيران هذول غريبين الاطوار والفضول راح يقتلني، نفسي اعرف شو سر هالعيلة. وصلنا البيت وانشغلنا شوي بين العشاء والصلاة، وبعد الصلاة بلشت أتذكر البنت وتعابير وجهها اللي بدفع الإنسان للفضول. قطعت تفكيري بنت أختي وقالت لي: شو اللي شاغل بالك؟ وصلنا نضحك، وقلت لها: اللي شاغل بالي الجيران. وحكيت لها على القصة كلها وحكيت لها على كل اللي صار معي. قالت لي: لازم نخبر حدا من أهلنا. أنا
رفضت لانه خايفة حدا يسبب لي مشاكل. انا هون الفضول كان اقوى مني باضعاف. قلت خلص انا لازم اعرف هسا شو في عند الجيران، وليش الكل بيحكي عنهم والناس بتحكي انهم بيشوفوا شغلات غريبة بحوش الجيران بالليل. وكان 1000 سؤال بدور براسي، وقررت اروح لعند بيت الجيران بالليل واعرف شو اللي بيصير. رحت بدون ما اخبر حدا وهربت حتى من بنت اختي. رحت ورنيت الجرس ولسه بدي ارن الجرس ولا الباب ينفتح لحاله، وكأنه كانوا يعرفوا اني جاي. انا استغربت بس انا ما انتبهت. دخلت بس هالمرة هاي كان كل شيء مختلف. الكل كان منتبه لبعض وفي ابتسامة مرعبة على وجوههم. قالت لي الام انا بعتلك مع بنتي واظن انها خبرتك، وبما انك اجيتي لعنا بتوقع انك موافقة تكوني منا وتحت رحمة الرب. هون قاطعتنا منار بنت اختي وهي قاعدة بتدق على الباب وبتصرخ. اخذتها ورحت على البيت وصرت اتخانق معها على الاشي اللي عملك. قالت لي انت ما بتعرف شو اللي صار معي، انا صرت اتخيل انهم قتلوكي. وراحت القصة لرمضان ب 2020. نسيت القصة وحاولت بكل جهدي انه ابعد عن الجيران لانه انشغلت بحالتنا. الكل صار تعبان غير حالات المس اللي صارت باهلي، وانا واحدة منهم. اجاني اتصال غريب قبل رمضان بيومين وقال اذا بدك تصيري منا ما تصومي السنة هاي وما تقومي باي عبادات. انا هون تجاهلت ومضى رمضان على خير. ورجعت على المدرسة وانا مروحة من المدرسة بس فت البيت لقيت كتاب عليه رموز غريب وكلام. وقت كنت اقرأ وكنت احس بشعور غريب وكأني بعالم تاني. وكان في اشي يدفعني للجيران وكنت احس انه هم حلهم الوحيد إلي. قررت قرار وهون خلص. بس لسه كانت بنت اختي عنا لانه انا كنت بوقتها لحالي واهلي كان قسم منهم مسافرين. كنت اشوف كوابيس وكنت اشوف حدا على الدرج وكنت متأكدة انه هالاشي مش خيال. ولحد اليوم متأكدة انه اللي كنت اشوفه بهذاك اليوم مش وهم ولا خيال. كانت تصير معي حالات تشنج وتركت الصلاة لانه كنت لما اسمع الاذان يصير معي تشنج. رحت لعيلة الشوم اللي الله ينتقم منهم بس، وكانت تستقبلني المرأة ملامح باردة. ودخلت وحكيت لها كل شيء وانا كنت ابكي وحاسس بالضعف، وكانت ترد علي برد بارد وكانت تحكي لي ما انا قلت لك ما تتدخلي بشغلات ما بتخصك. وقالت لي لسه ما شفتي اشي، واعطتني كاسة مي وقالت لي لازم تيجي لعنا عشان نعمل لك جلسات علاج. وقالت لي نبلش من هسه. قلت لها جابت شقفة قماش وربطتها على عيون ونزلنا بنفق تحت البيت. ووقت وصلنا شالت القماش عن عيوني. وقت وصلنا كان المكان كله شموع وصليب كبير عليه شموع، وكان الشخص اللي لابس احمر نفسه موجود تحت بس بملامح باردة وكأنه ميت. وبدون ما يحكوا اشي صار يعملوا فيه شغلات وما كانت مفهومة. بس بالاخر طلعت طقوس وجابوا كاسة محطوط فيه اشي احمر واجبروني اشرب منه. على ما اظن عرفتوا انا شو شربت ومر كل اشي وكأنه كابوس. ورجعت للبيت وانا مش حاسة باشي ومش عارفة كيف وصلت للبيت. بس كنت متذكرة انه لازم ارجع لعندهم مرة تانية. ورجعوا اهلي من السفر ولاحظوا علي اني لا بصلي ولا بعمل اي اشي من العبادة. وكانوا لما يجيبوا سيرة الصلاة أعمل معهم مشكلة وصاروا ياخذوني للمستشفى وأنا علاجي مش طب أبدا. ضليت على هاي الحالة لمدة 2 سنين. صار عمري 13 سنة. أهلي ملوا وما خلوا طبيب ما أخذوني عليه، حتى أطباء نفسية أخذوني عليها. والجارة هاي كانت تراقبنا بملامح باردة. لحد يوم من الأيام إجت جارة على أمي وحكت ليش ما تاخديها على شيخ. بركي على الله وعسى مشيت أمورها. بس أنا لما سمعت فيه قرآن وشيخ انجنيت وصرت أروح لعند الشيوخ ورقيات شرعية 2 مرات بالأسبوع. وما مشي حالي وعانيت بما فيه الكفاية. ملامح وجهي تغيرت 180 درجة وكان ملامح وجهي وكأنه مومياء. الناس اللي بتعرفني كلها انصدموا. وبيوم من الأيام شفت أمي بتطلع على جارتنا وكأنهم بيعرفوا بعض. ووقت أمي شافتني مشت الموضوع. الله بياخذ الحق. لو بعد 1,000,000 سنة اجت الشرطة واخذت الجيران. حوالي على الساعة 12 الظهر اجت الشرطة لعنا وطلبوا امي. طلعنا كنا ميتين من الخوف. 1000 سؤال كان براسنا. ليش الشرطة لا تطلب امي؟ امي بحياتها ما اذت حدا. وكان المحقق يقول ام فلان ميرانا تم القبض عليها، هي وعائلة زوجها، وهذول مشهورين باعمال السحر، وكانت تخطف اطفال والشكوك كانت تتوجه عليهم. هون امي قالت له لا الحكي هذا مش صح، هي لا اختي ولا بعرفها. قال لها المحقق انت كنت من عائله مسيحيه وحبيتي مسلم وتزوجتي واعتنقتي الاسلام واهلك اتبروا منك لانك خالفتي قوانين العائله وتزوجتي
مسلم، وانا معي دليل انك من العيلة هاي. هون امي سكتت ودخلت وسكرت الباب وراها. طلعت هاي المرة هي خالتي اخت امي، وكانت تعرف كل شيء عنا، وكانت تعرف انه عن طريقي انا راح توصل للاشي اللي بدها اياه، وقدرت تعمل سحر للعيلة كلها عن طريقي انا، بس بدون ما انا اعرف. واذا كان في مرة حامل تدخل على بيتنا ينزل الجنين منها، وتكرر هذا الامر 5 مرات. وانا فقدت حالي بهالفترة، ولليوم هذا خاضع على العلاج الروحاني بس بدون فايدة، وشفت شغلات بتشيب شعر الراس، وتحسنت حوالي 10% بس. ونبذة صغيرة، البنت والولد اللي كانوا ببيتها كانوا مش اولادها، كانت متبنيتهم الخالة الشريرة. راحت امي زارتها بالسجن واعترفت بكل شيء، وحكت انه هاي اللعنة راح تضل ببيتنا طول العمر حتى يموت الشخص اللي شرب السحر. بتقصدني انا. كانت تحكي لامي بكل خبث وكانها عاملة انجاز، وانحكم عليها بالمؤبد هي والمشعوذ اللي معها. انا بحترم الاديان وما بنيتي اني اسيء للدين المسيحي، بس هذول الشياطين لا دين مسلم ولا دين مسيحي بيرضى بهالاشي اللي صار معي. انا كنت طفلة وتدمرت حياتي بسبب ناس كانت ناوية على الانتقام، وانا بلوم حالي لانه سبب هالاشي كان من فضولي، بس ما كنت اعرف انه كل شيء مخطط له منيح. وانا بلوم اهلي بهالحالة لانهم هم جابونا لهالمكان. بتقول رند صاحبة القصة: أنا حكيت لك القصة هاي عشان أخذ رأيك ورأي متابعينا. وحكت كمان أظن لحد هون بس، لأني إذا حكيت أكثر عن الموضوع هذا حاسي إنه راح أفقد أعصاب. أعزائي المتابعين، بتمنى تعطوني رأيكم بقصة رند، لأنها راح تشوف رأيكم بالتعليقات تحت. وإذا حابين توجهوا لها نصيحة برضو راح تشوف نصيحتكم بالتعليقات. وبس والله لهون بتكون نهاية قصتنا لليوم. بتمنى تحطوا لايك للفيديو لانه اللايك بيساعد على توزيع الفيديو. واذا انك مش مشترك بالقناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من قناتي. وهسه بقدر اقول لكم استنوني بقصص جديدة، والسلام علينا وعليكم.